الناس بتتساءل نعمل ايه مع الناس اللي بوشين، اللي هو يعني بيظهر لي حاجه وبيبطن لي حاجه تانية، بيقول لي حاجه وبيوصل حاجه تانية، بيتكلم في حاجه وان هو عسل وبيحبني وبتحبني واللي جوه سواد يا اخويا سواد. فنعمل ايه؟ عشان الاسئله الفتره اللي فاتت كلها في السياق ده، وانا في الكوميونتي بتاعتي كنا المحاضره اللي فاتت بنتكلم في ده، فهقول لكم 3 امثله و3 مقترحات بالحل. المقترحات دي بتجيب من الاخر. 3 امثله لو انا مثلا ده في الدايره المقربه بتاعتي، او لو ده في دايره الشغل، ان انا في الدايره المقربه تحت بند العشم والحب والبتاع، ان انا بستبيح كل حاجه وبظهر حاجه وانا اللي جوايا حاجه تانية. في الشغل بقول لك ان ده اتعمل وهو ما اتعملش، فالناتج اللي بيتقال حاجه والناتج حاجه تانية. والتالت مثال، حد جد هف علينا من بره، عريسي مثلا، عريس يماي، حد هف علينا من بره بيقول لنا ان انا هعمل 1 2 3 والراجل ما بيعملش. اول حاجه نعمل سيرش على، في اول حاجه في الحلول يعني، نعمل سيرش على صفات المنافقين. وانا بحط لكم المره بقالي كام يوم كده ولسه بكمل بوستات بتاعه الريفلكشن بتاعه الجروبس بتاعتنا، اللي هو ايه بعد ما حضروا المحاضره الريفلكشنز بتاعتهم ايه، بس ما تكتفوش بيها، اعملوا سيرش عن صفات المنافقين وهل احنا بنمارس ده ولا لا. ليه؟ لان احنا لو بنمارس صفات النفاق واغلبنا عندنا بعضها، لان احنا المجتمعات اللي حوالينا اكتسبنا منها، والتربيه اكتسبنا كل حاجات كتيره، فنعرف لو احنا بنعملها وبنمارسها نشوف ازاي نوقفها، لان ده بيخلينا نتكعبل في ناس بوشين كتير وبنتكعبل في منافقين كتير. فلو ده اول حل موجود، قبل ما نروح للتاني نتاكد ان هو مش موجود، ونتاكد ان هو مارسنا الحل وفعلنا الحل، علشان هنفضل نقابل منافقين طالما احنا بنمارس صفات النفاق. ادي اول حل. صعب بس يعني ايه، لو حلناه ولو بدأنا فيه مع الوقت هيتحل. تاني حل ان احنا ندي تايم فريم للحد الجديد اللي جاي من بره. تايم فريم يعني ايه؟ يعني مش اقل من 3 شهور كده، نعمل اوبزرفيشن للتصرفات. اوبزرفيشن، لا يعني نراقب كده، نتابع التصرفات بتاعتهم ونشوف هل التصرفات دي متكرره ولا كانت مره وعدت وخلاص، على مستوى الشغل او على مستوى الحد الجديد او على مستوى الدايره المقربه. طيب تالت حل بقى، نطلب طلبات محدده، او طلبين محددين، جمله واحده. يعني لو حد جديد هافف عليك من بره، نقول كل شويه يقول ايه، اصل انا حصلت لي ظروف، اصل انا حصلت لي جوابات، او كان الاول عامل البحر طحينه ومشينا عليها على المينا، باين الاغنيه العجيبه دي. دلوقتي كل شويه ظروف جوابات. طب خلاص سيبنا من الظروف والجوابات، قول لي انتوا هتعيشوا حياتكم ازاي، دخل ثابت هتصرفوا منه، 1 2 3 مبادئ الحياه هتقام ازاي. محتاجه ردود على ده. طالما وندي تايم فريم، محتاجه في خلال مثلا اسبوع، في خلال شهر، في خلال كذا رد. لو ما جاليش رد فعلي، مش كلام، فعلي. الناس ما بتعملش حاجه يا جماعه من غير رغي 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 حتى الهلاك. طالما ما فيش رد فعلي يبقى ده ايه، بوشين. يبقى نعمل ايه؟ اقفل خالص. في الشغل اتحط كده محتاجين 1 2 3 1 2 3، واهم حاجه في الشغل المتابعه. مش ان هو طلبت فالناس كلها ايه، طلبت اهلا وسهلا، اهلا 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 وسهلا، طلبت خلاص بقى، المهم اللي ينفذ يا اخويا. فنطلب ونتابع ان اللي طلبناه بيتعمل، ونلتمس اعذار لمده مش اقل من 3 شهور. لو اتاكدنا ان اللي بيطلب ما بيتعملش بالقصد، في موقف وفي 2 وفي 3 وفي 10، اذا فهنا اللي بنتعامل معاهم دول بيظهروا حاجه لكن بيبطنوا حاجه تانية، فهنا علينا اتخاذ اكشن سريع. وتالت حاجه، على مستوى الدائره القريبه نطلب طلبات محدده. لو ما حصلتش معناها ان انا اللي جوايا حاجه تانية. انا ما يهمنيش ان اللي رايح جاي يبقى رايح جاي باريحيه، لا، انا اللي يهمني ان انا افرض حاجه عايزه افرضها وهفرضها، والبديل هوريكي سواد ازلي في حياتك كله. هنحدد العلاقه، هنحدد الطلب، 1 2 3، انا محتاجه 1 2 3. لو ال1 2 3 دول ما تنفذوش، تاخدوا برضو القرار. ادي كده، ده على حد تعبيركم، الناس اللي بوشين، على حد تعبيركم التعبير الصحيح ليها، اللي بيظهر عكس ما يبطن. يعني ربنا يعافينا واياكم وما يجعلناش منهم. مع ان اغلبنا عندنا بعض الصفات، ازاي نتعامل معاهم والحلول. اول حل هو الاهم، ذن التاني التالت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.